أنا عمري ما كنت متخيل إن اليوم ده هيقلب حياتي بالشكل ده. أنا موظف عادي في شركة، وصاحبي اللي بعتبره أخويا تعب ودخل المستشفى. ساعتها ما فكرتش، أخدت اليوم أجازة وقعدت جنبه في المستشفى من الصبح لحد بالليل، ماسك إيده ومش سايبه لحظة. تاني يوم رحت الشركة، لقيت المدير مستنيني وهو مكشر. قال لي: أنت متهم بسرقة العهدة اللي اختفت امبارح. اتصدمت. ازاي يا فندم؟ ده انا امبارح طول اليوم كنت في المستشفى واخد اجازة علشان صاحبي كان تعبان. بصلي وقال لي ببرود: لو كلامك صح اديني رقم صاحبك وانا هتأكد بنفسي. انا قلت خلاص دلوقتي هيسمع بنفسه من صاحبي والموضوع يخلص. المدير مسك الموبايل واتصل قدامي وقال: الو، ازيك يا فلان؟ انا مدير صاحبك فلان، عايز اسألك سؤال مهم. صاحبك كان معاك امبارح طول اليوم ولا لا؟ قلبي كان بيدق بسرعة مستني الكلمة اللي هتنقذني، لكن اللي حصل خلاني احس اني واقع في كابوس. صاحبي قال: لا، ما شفتوش امبارح خالص. الكلمة نزلت عليا زي الرصاصة. انا اتجمدت مكاني. ازاي ينكر؟ ده انا ما سبتوش لحظة واحدة وهو في المستشفى. قفلت عيني وانا حاسس ان الدنيا كلها بتضيع. والمدير بصلي وقال لي: خلاص ملكش مكان معانا. اترفدت وانا مش قادر استوعب ليه صاحبي عمل كده. ليه ينكر وهو عارف اني كنت معاه؟ الإجابة جات لي بس بعد فترة، لما عرفت إن نفس الصاحب اللي أنكر إني كنت معاه اتعين مكاني في الوظيفة. ساعتها فهمت الأجازة اللي أخدتها عشانه هو استغلها ضدي. اللي كنت بحسبه سندي طلع هو اللي هد حياتي.